أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد صور من عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال داخل قصر محمد علي. احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها على الفنان والمنتج هشام جمال اليوم الاثنين في حفل أقيم داخل قصر محمد علي بحضور عدد كبير من نجوم الفن إلى جانب أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين. وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وخلال لحظة عقد القران لم يتمالك الفنان أحمد زاهر مشاعره، وانهارت دموعه تأثرا بالموقف، حيث غلبته العاطفة أثناء كتب كتاب ابنته ليلى على الفنان هشام جمال. وكان الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال قد احتفل بقراءة الفاتحة في يناير من العام الماضي في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط. ويذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف. وشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، إسلام إبراهيم. والعمل من تأليف سمر طاهر ومن فكرة وإخراج ياسين أحمد كامل. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.